السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلفلاون مرحبا يسون، نتمنى تكونوا كامل بخير. قبل ما نبداو الوصفة تاع النهار اليوم نروح نصلوا كامل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وليت لكم اليوم بهذه التحلية الراقية، توالم بزاف السهرات الرمضانية والعرضات ديالكم والمناسبات ديالكم. تحلية والله صدقوني تستاهل التجربة. تجي يعني تتنكل باردة بزاف بزاف بنينة. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتروحوا تجربوها، تستاهل التجربة. نتمنى ما تبخلوش عليا بجام، من فضلكم فضلا وليس امرا، وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم اللي تعم الفائدة. وبالنسبه للبنات اللي راهم يسقسيوني على حلوه العيد، ان شاء الله بعد هذا الفيديو راح نبداو فيها بحول الله تعالى. انا نقول لكم رواحوا معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وان شاء الله تتبعوا الفيديو للاخير باش تشوفوا كامل الخطوات. نبداو بسم الله على بركه الله. بسم الله نبداو في طريقه التحضير. الكريمه اللي راح نستعملوها في ليفيغين تاعنا، هنا عندي لتر حليب، راح نضيف له 6 مغارف سكر. شوفوا ما راهمش معمرين بزاف، يعني التحليه تاعنا ما راحش تجينا بزاف حلوه لانه راح نستعملوا الشوكولاتانيت. ضفت لهم 3 مغارف حليب بودره، يعني اختياري، اللي يحب يدير حليب بودره يدير، اللي ما حبش يدير ما يديرش. وشنو راح يزيد البنه الكريمه تاعنا. وهنايا ضفت 4 مغارف نشا ولا مايزينا، لازم يكونوا المغارف معمرين مليح، يعني بومبي هكا، لانه سحقينا الكريمه تاعنا كي تبرد تجينا متماسكه مليح. هنا نخلط بارد في بارد حتى يذوب هذاك اللحظه ونشا مليح، يعني باش نتفاداو لي غرومو كي نحطوها على النار لازم تذوبوها مليح بارد في بارد. نحطوا الكاسرونه تاعنا فوق نار لازم تكون متوسطه، لازم ما تقويوش النار تاعكم، سينو الكريمه تاعكم راح تتحرق لكم والذوق تاعها كامل راح يتغير. الوغ هنايا السر ثاني باش الكريمه تاعكم تخرج لكم يعني مليحه، لازم التحريك المستمر، ما تنحيوش كامل يدكم حتى تشوفوا الكريمه تاعكم بدات تعقد كما راكم تشوفوا هنايا معايا. وهنا كي تشوفوا هذوك الفقاعات بداو يديروا، هنايا راح نضيفوا لافاني سائله، يعني خيروا الماركه اللي تكون مليحه وبنينه هكا باش تعطي لنا ذوق هايل الكريمه تاعنا. وهنايا نطفيو على النار هكا باش اللافاني تاعنا يقعد الذوق تاعها. وبعد ما طابت الكريمه تاعنا نفرغوها في ان ريسيبيون مباشره، يعني هكاك سخونه، ونغطيوها بفيلم اليمونتير، يعني مليح. دوك تشوفوا معايا يعني او كونتاكت، ما نخليوش الهواء يدخل بين الفيلم اليمونتير والكريمه تاعنا، يعني باش ما تشكلناش هذيك الطبقه من الفوق. ونخليو الكريمه تاعنا تبرد شويه على حراره المطبخ، ونديروها في الثلاجه على الاقل 2 سوايع ولا 3 باش تبرد لنا مليح، ولا اذا كنتم مزروبين نديروها في الكونجيلاتور. هنايا نجي المرحله الثانيه. في كاسرونه حطيت حوالي 3 مغارف سمن، ودرت 3 مغارف مارغرين ولا زبده واش عندكم. ومن جهه واحده اخرى عندي حوالي 300 غرام قطايف. البنات خيروا نوعيه تكون مليحه، فتتهم غير بيدي، يعني ما تسحقوش كامل الاشواغ، واللي حبت تدير بالاشواغ يعني وشنو لازم ما تريحيهمش مليح، يعني كيما راكم تشوفوا معايا. حطيت القطايف ديالي في المقله يعني باش يتحمصوا، وراني نضيف لهم اكيد هذاك الليدام اللي كنت ذوبته، المزيج بين السمن ولا مارغرين. وكما راكم تشوفوا راني نحسب لكم بالمغرف، خرجوا لي يعني حوالي 10 مغارف معمرين. هنا البنات مازال ما شعلتش النار، وهذوك القطايف لازم نحركوهم، يعني نخلطوهم بيان بيدينا باش يتشربوا كامل هذاك الليدام. فوالا هكا كي نحمصوهم يعني يخرج لنا لون واحد. البنات انا هذيك الكميه اللي كنت ذوبتها تاع ليدام ضفتها كامل، خرجوا لي حوالي 10 مغارف. نتوما على حساب الكميه تاع القطايف اللي ديروها، يعني كل وحده تتقيد بالكميه اللي راح ديرها.
هنا راح نضيف حوالي 3 مغارف سكر ناعم. فوالا دونك القطايف تاعنا راح يتحمصوا بالسكر الناعم وليدا. صدقوني هذاك السكر الناعم يعطي واحد القرمشه للقطايف تاعنا، واحد البنه رائعه. هنايا تكون النار يعني تحت المتوسط هكا باش القطايف تاعنا ما يتحرقولناش. نبداو نقلبوا فيها حتى نتحصلوا على لون ذهبي ونخلوها تبرد بجيه. وهنايا نولي الكريمه تاعي بعد ما بردت لي مليح مليح. البنات انا بكل مصداقيه درتها في الكونجيلاتور على خاطر كنت مزروبه. بصح لازم تكون الكريمه تاعكم بارده مليح، على خاطر راح نضيفوا عليها علبه كريمه سائله. انا ضفت هذه تاع بطوش، وراح نزيدو ثاني بودره الشونتيي هكا، يعني باش نضمنوا الكريمه تاعنا تطلع لنا مليح مليح ونتحصلوا على قوام يكون كريمي وخفيف. هنايا ضفت حوالي 3 مغارف معمرين بودره الشونتيي. دائما لا شونتيي البنات انا نشري تاع الميزان مليحه، وتجي البودره تاعها يعني مرحيه مليح، ماشي هذيك اللي عندها الحبيبات هكا، باش نضمنوا الكريمه تاعنا تخرج لنا تانيت مليحه وبنينه. هنا خفقتها في البيتخان البنات وطلعت لي الكريمه تاعي، يعني ما شاء الله القوام كما راكم تشوفوا فيه رائع رائع، والبنه ثاني تخرجت لي بزاف بزاف بنينه. وفي الاخير عمرت الكريمه تاعي في اون باش، يعني هكا باش نبداو نعمرو في لي فيغين تاعنا. ومن جهه ثاني تسحقينا شوكولا اوبتيلا. اكيد شوكولا تستعملوا الماركه اللي راكم حابينها، تقدروا تستعملوا نوتيلا ولا الوجدان ولا المرجان، كاين بزاف يعني انواع تاع الشوكولا الله يبارك. وهذو هما القطايف بعد ما تحمصوا وبردوا، يعني ضروري تستعملوهم باردين هكا باش تحصلوا على هذيك القرمشه. هنا بديت نعمر كما راكم تشوفوا في لي فيغين تاعي كطبقه اولى. درت القطايف فوالا نسيو كيفاش هكا نحبطوهم مليح. وهنايا نجيب الطبقه الثانيه ندير كميه تاع الكريمه، يعني نسيو كيفاش تلحقوها كامل للجانب هكا باش يبانوا لنا في لي فيغين تاعنا، باش يبانوا لنا هذوك الطبقات. فوالا كما راكم تشوفوا نعمرو هكا بهذه الطريقه، يعني كميه لاباس بها باش يجونا ثاني لي فيغين تاعنا شابين. ونفس الشيء بالنسبه للطبقه الثالثه اللي راح نديروها بالشوكولا اللي كنا درناها في اون بوش، راح نقصوها بالمقص. لازم تكون فتحه صغيره هكا باش نضمنوا يعني ما تخرج لناش كميه كبيره هكا باش ما نتكهموش منها، يعني سحقينا الحلاوه تكون معتدله في هذه التحليه. هنايا لازم يعني اكدوا على الجوانب، حطوا الشوكولا تاعكم على الجوانب هكا باش تبان لكم في لي فيغين، ويجوا لي فيغين تاعكم شابين وهايلين. هنايا البنات ملاحظه صغيره برك على كميه الشوكولا. كيما شفتوا معايا انا درت يعني طبقه رقيقه، ما حبيتش التحليه تاعي تخرج لي بزاف حلوه. صدقوني جات يعني الحلاوه تاعها معتدله بهذه الكميه اللي درتها. لكن كاين بزاف اللي يحبوا يعني كي ياكلوا التحليه يلقاوها حلوه بزاف، دونك يقدروا يزيدوا كميه تاع الشوكولا. وهنا كطبقه رابعه راني نزيد في هذوك القطايف. وهنايا كطبقه رابعه راح نضيفوا كميه تاع القطايف كما راكم تشوفوا. يعني ننصحكم هنايا ما ديروش كميه خشينه، جوست نغطيو برك هذيك الشوكولا يكفي. هكذا كي تكونوا تاكلوا يعني تحسوا بهذاك ليكيليبر بين القطايف والكريمه والشوكولا. وكطبقه اخيره اكيد راح نضيفوا تانيت كميه تاع الكريمه. هنا البنات حبيت نقول لكم بلي هذه الكميه خرجت لي الله يبارك 14 نحصه. يعني هنايا وريت لكم غير 8، بصح انا قعدت لي الكريمه وقعدت لي القطايف، وكانت عندي ثاني شوكولا، ودرت ثاني 6 حصص للدراري صغار بصحتهم. هنايا في الاخير جبت هكا مغرف وبديت نسوي يعني نسقم هكا هذيك الكريمه الفوق ونعطي لها وجه شباب هكا باش نكمل التزيين الاخير.
هنايا في الاخير بهذيك لابوش اللي كنت عمرت فيها شوكولا راني ندير هكا وردات صغار. دوك نوريهم لكم. جا الشكل تاعهم شباب وراقي، يعني ما كاش كيما تزيين بسيط. اكيد التزيين زينوه كيما يحب خاطركم. هاي ليك الورده تاعي كيفاش خرجت لي هايله. وفي الاخير زينتها بالبيستاش. كنت رحيته غير شويه برك، يعني سحقينا هذوك لي مورسو هكا باش يبانوا. يعني التزيين يقعد اختياري. زينوا بواش راكم حابين. وهذه هي النتيجه النهائيه بعد ما حطيتهم في الثلاجه بردوا، على خاطر هذه التحليه تنكل بارده وتجي بزاف بزاف بنينه. اذا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. وهذه هي النتيجه النهائيه تاع الكنافه تاعنا في ليفيغين بذوق رائع. مزيج بين الكريمه والشوكولا والقطايف محمصين في السكر الناعم. مزيج بزاف هايل بزاف بنين. نتمنى تروحوا تجربوها لانها تستاهل التجربه. وبالنسبه اللي راهم يشوفوا في قناتي لاول مره وعجبهم المحتوى، ما تبخلوش عليا بجام واشتركوا وفعلوا الجرس هكا باش يلحقكم جديد الوصفات ديالي، وبارطاجيو الوصفه مع احبابكم اللي تاعهم الفائده. لحقنا لنهايه الفيديو. نتمنى تسناوني في الفيديو القادم ان شاء الله. راح نبداو سلسله حلويات العيد باذن الله تعالى. انا نقول لكم تهلاو بزاف بزاف في رواحتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.